متابعيني الكرام، ان شاء الله تكونوا بصحة وخير وسلامة. اليوم راح اسوي لكم فطائر طيبة جدا محشية بصل وراشي وزبدة فول سوداني. احنا نسويها هاي بالصوم، وهالايام عندنا صوم، هسه راح اسوي لكم اياها. سهلة جدا، نسميها بلغتنا برتوة. عندي هنا كوب من البرغل الناعم مال تبولة الناعم كلش، اني نقعته بنص كوب مي، او يعني حتى لو اكثر مو مشكلة، لانه تقدرون تنقصون الزيتون بالعجينة بالمي مال العجينة. نص كوب من الطحين الاسمر، طبعا اختياري، اذا ما تحبون خلوه كله ابيض. وخلي طحين ابيض عادي. ثلاثة طحين ابيض ونص، يعني تصير كلها 5 سوى المقادير ويا البرغل والطحين الاسمر. وراح اكتب لكم المقادير مثل ما قلنا جوا الفيديو ان شاء الله. نضيف ملح طبعا ملعقة وربع من الملح. نضيف سكر حتى الخميرة مالتنا تخمر. نضيف خميرة طبعا. حولتها في كاسة اكبر. راح اضيف شومر او حبة حلوة، وراح اضيف حبة سودا، يعني كلش يعجبوني هذولا بالاكل بالفطاير. راح نضيف نص كوب دهن، نص كوب من الدهن او الزيت، اني زيت راح استعمل. خلينا كل المواد سوا. راح نبدي نعجن. طبعا مي هنا مي دافي عندي هيجي. هسه راح نبدي نضيف المي حسب العجينة مالتكم هيجي. اخذت لها كوبين مي دافي. لازم تكون شوية طرية، لان نترك مجال يمكن البرغل يسحب بعد مي من عندها. تعرفون البرغل يمتص المي. اعتقد هسه كلش زينة صارت هيجي عدل. عندنا كاسة مدهونة، راح نخلي العجينة فيها هيجي. طبعا نخليها ترتاح او تختمر ويتضاعف حجمها. الحشوة عبارة عن 3 بصلايات، ولو راح اقول لكم مقادير يعني راح اخليها جوا الفيديو. هذه فرمتها ناعم وبلا دهن، راح اذبلها اول شي على النار. هيجي لازم ينشف الماي كل الزين. نخلي شوية ملح، هسه نخلي مكان الزيت راح نخلي راشي او طحينة. وراح نخلي زبدة الفول السوداني، شو تقولوا لها، بينات باتر هيجي. ونخلي كاري، طبعا الكاري كمية اللي تحبوها، بس راح اقول لكم اني قد خليت كاري. نبدي نحرك. الشغلة الاخرى اللي راح اخليها، راح اخلي دبس تمر، وهذا اختياري، مو شرط تخلون. اكو قسم ما يعجبهم حلبيها، لا تخلون، يعني مو مشكلة. خلي طحين قد ملعقة كبيرة واحرك. العجينة اختمرت شلون صارت. هسه راح نبدي نسويها الشنق. انا خليت نايلون هنا اسهل، دهنته شوية، او تقدرون تخلون طحين يصير. طبعا الكبر اللي تحبوه، يعني الكبر اللي تحبوها. انا راح اسويها هذا الحجم زين، هذا الحجم كله هيجي.
عجينة كلش زينة. ارتاحوا فد ربع ساعة راح، وهاي الحشوة بردت تماما، وراح ابدي افتح العجينة حتى احشيها. او تقدرون تسوون هيجي يصير. تحشوها حشو ملعقة كبيرة كل وحدة، شي كافي. بعدين خذها. طبعا الصينية هنا مال الخبز تلزم 6، راح اخليهم هنا رأسا حتى ابدي افتح ورا ما اخلص حشو مرة ثانية، او هيجي حتى نحشيهم زين. ملعقة كبيرة من الحشوة هاي هيجي نبدي نقفلها. انا عندي خليت دبس وزيت سوا، هيجي نحركهم حتى ينطينا لون حلو، يعني ما نقدر نستعمل بيض لان احنا صايمين، بس اللي ما صايم يقدر يحط بيض، ماكو داعي لهالشغله. نبدي نفتح هيجي كلهم. هسه بهاي القطعه راح احزها هيجي بالطول، اشوفكم هيجي شوف. بعدين هيجي كلها. طبعا الفرن معلوق على درجة حرارة 450 فهرنهايت، 200 مئوية، لازم يكون الفرن حار. وراح اعلق الفوق والجوة، يعني قصدي العين الجوة والفوق ينعلقون سوا بيك، اخليهم على البيك. اوكي حبايبي، هذا الشكل النهائي الفطائر اللي محشية بالكاري والبصل والراشي والفول السوداني، طلعت كلش طيبة. هذه فطائر كلش طرية هشة، وجربوها، لازم تجربوها. اشكركم على المتابعة، وان شاء الله عجبكم الفيديو. واذا عجبكم لا تنسون اللايك، ولا تنسون تشتركون بقناتي حبايبي. وهذا مطبخ ليندا، مع السلامة.